بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم تسليما على محمد خاتم النبيين. أما بعد، فقد انتهى حديثنا في الدرس الماضي ونحن نتحدث في آيات الوقفة الثانية، والتي وعدنا أن نختتم بها سورة الروم. انتهى حديثنا في ضوء قوله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. وكنا نتحدث عن توجيه الله تعالى الناس لشكر أنعمه وآلائه، التي من بينها الأرزاق المعدة لهم من قبل الله تعالى. قلنا: وهكذا إرسال الله الرسل بالبينات. فلنبدأ من حيث انتهينا. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. وإرسال الله تعالى رسله بالبينات نعمة نفعها دائم ومتنوع شامل على مر التاريخ وتعاقب الأقوام والأجيال، وبها ينعم الإنسان بالعلم والإيمان أكثر من إنعامه بالمطر والماء. ولكن المجرمين من الناس لم يستقبلوا رحمة الله تعالى ونعمته بالشكر، فحلت بهم نقمة الله وانتقامه تحقيقا لوعده في أن يحق الحق بنصر أهل الإيمان. فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وهكذا تمضي سنة الله الجارية بالانتقام من المجرمين المعرضين عن نور الوحي المبين، كما جرت بنصر المؤمنين العاملين ببينات الوحي على مدار التاريخ. وهكذا تجري سنن الله بإنزال السحاب رحمة بالعباد. وقد وعدنا فيما سبق أن نتحدث عن سنن الله التي أجراها بإنزال السحاب. وهي سنن الله في خلق الكائنات، في الملوحة والعذوبة، وفي اختلاف درجات الحرارة، وفي التبخير والترسيب والتجفيف والتلقيح، وإنزاله نطفا دقيقة نافعة غير ضارة، وامتصاصه لكي لا يعوق سير الحياة ولا يبعث العفونة، ولكي يحفظ قريبا من سطح الأرض بصحن صخري.
الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. الله الذي يرسل الرياح طبقا لسننه وقوانينه في تكوين هذا الكون وتصريف أموره، فتثير سحابا بما تحمله من بخار الماء العذب بعد ترسيب الملح، فيتصاعد السحاب بخارا يتصاعد من كتلة الماء، متصاعدا من كتلة الماء في الأرض، فيبسطه في السماء كالفراش الممدود، ويجعله كسفا بعد تجميعه وتكثيفه، فيصير لأهل الأرض كالطبق. وهذا هو السحاب البساطي. وسنتحدث إن شاء الله عن السحاب الركامي في سورة النور، ونزيد في شرح السنن إن شاء الله. فترى الودق يخرج من خلاله مطرا يتساقط بأمر ربه من خلال السحاب، قطرات، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وهذا الاستبشار مبني على الصلة الوثيقة بين حياتهم وبين السحاب. وكانت حياة العرب تقوم على ماء السماء، كما سجلوا ذلك في أدبهم شعرا سارت به الأمثال، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. وهذا بيان لحالهم قبل استبشارهم بإنزال السحاب من اليأس والقنوط، ثم هم بعد إبلاس القنوط يستبشرون حين تصيبهم رحمة الله من السماء. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. والنار في آثار رحمة الله في النفوس المستبشرة بعد القنوط، وفي الحياة تدب في الأرض وفي القلوب. هذا النار يزيد أهل الإيمان إيمانا، يذكرهم بآيات الله وآلاء الله، ومن ثم جعلت برهانا على قدرة الله تعالى على البعث، التي يستميت مرجئة العصر الحديث، وهم ينشرون شبهات الشك، ينشرون الشك في قدرة الله تعالى على البعث بين الناس، بناء لديهم على ما هو أوهام النسج العنكبوت من التكهنات والتخرصات وشواذ الأقوال، تكذيبا لصريح القرآن: إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
وهكذا يكذب مرجئة العصر الحديث برهاني الكون والقرآن في شأن قدرة الله تعالى على كل شيء وعلى البعث. وقد جعل الله تعالى برهان الكون المنظور تصديقا لبرهان القرآن المسموع، ولكن الصم البكم العمي الجاهلين من دعاة العذر بالجهل لا يرون آيات الإيمان والتوحيد، أو يرونها ويتجاهلون، ومن ثم يزورون على السلف على خير القرون قاتلهم الله أنى يؤفكون، ألا لعنة الله على الظالمين. وهكذا بعد عرض آثار رحمة الله وشهادتها لربها بالتوحيد كما يشهد المؤمنون، يعرض حالة أخرى تكشف عما في نفوسهم، أن لو كانت الريح المرسلة إليهم من الله مصفرة تحمل تراب الرمال، وهي التي تهلك الحرث والنسل وهي التي تهلك الحرث والنسل، لا خضرة في آثارها، وإنما آثارها تتحقق في الحطام، وحينئذ يتسخطون تسخط الكافرين بقدر الله، لا يصبرون صبر من يرجون رحمة الله في كشف البلاء عنهم وإسباغ نعم الله. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. وهذه حال من لا يؤمن بقدر الله ولا يهتدي لحكمة الله في تقديره وتدبيره، تعيش في حياة الابتلاء على خداع دعاة العذر بالجهل، يتجاذبه تيارات أجاج شبهاتهم وتكهناتهم حول الشك في علم الله تعالى، والشك في قدرة الله تعالى على البعث، والشك في قدرة الله سبحانه على إنزال الآيات، واتهام أمهات المؤمنين والصحابة رضوان الله تعالى عليهم والحواريين بداء الجاهلين من دعاة الخبيثين، من دعاة العذر بالجهل، من مرجئة العصر الحديث. يقال لهؤلاء الخبيثين رمتني بدائها وانسلت، كما أشرنا في أول درس من سلسلة العذر بالجهل. وهكذا يتقلب أهل الأهواء بين شكوك الشبهات عميا عن آيات الله البينات، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون.
وهكذا يوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم خير أسوة حسنة للمؤمنين، تعزية وتخفيفا عنه في أنه لا قدرة له على إسماع الموتى، فمن غرقوا في الجهل حتى صاروا أمثال الموتى فلا حيلة في هدايتهم، ولو اعتذر عنهم أهل الأرض فقد أعرضوا عن نور الوحي وبرهان ربهم، فعاقبهم الله تعالى بانطماس البصائر وعماها، فهم أموات لا يسمعون إلا إذا سمع الصم حين يولون مدبرين عن استماع القبول، ولست بقادر على هداية عمي لا يبصرون الهدى، فليخلدوا إلى أرضية الجهل يعمهون في ضلالاتهم عمها التائهين في شبهات وشكوك العذر بالجهل. وعلى العكس من ذلك أهل الإيمان في مقدورك إسماعهم، لأنهم مؤمنون بآيات الله، فهم مسلمون إسلام الكون لرب العالمين، وسائل العلم والإيمان لديهم مفتوحة تستجيب استجابة السامعين المبصرين المهتدين. ولنعد والعود أحمد مع سياق القرآن في أطوار نشأة الناس على الأرض إلى حياتهم الأخرى بعد البعث، لنرى الجاهلين يتحدثون أحاديث من قضوا حياة الابتلاء في ظلمات الجهل، وليسمع دعاة العذر بالجهل من مرجئة العصر الحديث العاملين في مزرعة الشبهات إن كانوا يسمعون. ليسمعوا أهل الجهل ينفى عنهم العلم بصريح القرآن على ألسنة الذين أوتوا العلم والإيمان، ويسجل وفي نفس الوقت يسجل عليهم الشرك المعبر عنه بالظلم، مع التوكيد على أنهم لا ينتفعون بمعذرتهم ولا يزول عنهم خزي اللوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وهكذا يشهد خلق الناس على الأرض
شهادة مطابقة لشهادة الكون والقرآن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم من ضعف مشهود في تكوينهم الجسدي من الخلية أيام النطفة الأحادية إلى النطفة الأمشاج، وفي أطوال الجنين الضعيف، وقبل ذلك ضعف مادة الطين قبل نفخة الروح، ثم هو ضعف الكيان النفسي أمام النوازع والرغبات والميول، والشهوات التي لولا النفخة العلوية وما نشأ عنها من استعدادات وطاقات لكان الإنسان أضعف من الحيوان المحكوم بالغرائز والإلهامات. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وهكذا وبعد أن يتجاوز الإنسان مراحل الطفولة وما يصحبها من ضعف ينقله ربه من طور الضعف إلى طور القوة بكل تلك المعاني المصاحبة للضعف، قوة في الكيان الجسدي وفي البناء الإنساني وفي التكوين النفسي والنضج العقلي، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، ثم جعل سبحانه من بعد القوة الكائنة من بعد ضعف الطفولة ضعفا في الكيان الإنساني كله تصاحبه شيبة الشيخوخة المنحدرة إلى الطفولة بكل مظاهرها المتنوعة مع فقد ملاحة الطفولة وحيوية الطفولة، وكل من امتد بهم العمر في حياة الابتلاء يمرون لا محالة بهذه الأطوار، وكل ذلك التقدير في الخلق والتدبير يشهد لله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، وأنه الخالق سبحانه الذي يخلق ما يشاء ويقدر لكل مخلوق ما يشاء من آجال وأطوار وأحوال تقدير من أحاط بكل شيء علما وقدرة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، وهو سبحانه العليم بكل شيء وهو على كل شيء قدير، على رغم أنوف دعاة العذر بالجهل، دعاة الشك في علم الله تعالى وفي قدرته على البعث تكذيبا لصريح القرآن. وهكذا ننتقل مع القرآن من النشأة بأطوارها المحكمة إلى النهاية المرسومة كذلك المقدرة بمشهد من مشاهد القيامة يخزى فيه دعاة العذر الجهل في عصر الانفجارات المعرفية
وهو مشهد حافل بالحوار والحركة في ظلال القرآن الظليل. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فهكذا يتضاءل في حسهم كل ما وراءهم قبل هذا اليوم، فيقسمون ما لبثوا غير ساعة. وسواء كان هذا منصب قسمهم أم كان قسمهم منصبا على مدة لبثهم في القبور، إن كان على لبثهم في الأرض أحياء وأمواتا، فحقيقة حالهم أنهم كذلك كانوا يؤفكون ويصرفون عن الحق والتقدير السليم لجهلهم وتعويلهم على اعتذارات المعتذرين عن الجاهلين، حتى لا يستحقون بذلك الجهل أن يكتبوا عند الله تعالى في ديوان المجرمين، ولا ينفعهم قسمهم إبان قيام الساعة، إذ كانوا يقسمون بغير الله في حياة الابتلاء تعظيما للمخلوقات، ويعتذرون عن الجاهلين حتى لا يعتذر دعاة عذرهم من مرجئة العصر الحديث عن أيمانهم الفاجرة بضعيف الحديث من الروايات الشاذة المعللة عند أئمة الحديث، على ما نذكره إن شاء الله في دراسات العذر بالجهل في تلك السلسلة إن شاء الله. وهكذا يخفى أولو الجهل إبان البعث، إذ اختاروا حياة الجهل على الأرض مصروفين عن الحق حتى يردهم أولو العلم الصحيح إلى التقدير الصحيح. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وهكذا يكرم الله تعالى أهل العلم والإيمان الذين آمنوا بالساعة وأدركوا ما وراء ظاهر الحياة الدنيا من حقيقة الحياة، فهم أهل العلم الصحيح وأهل الإيمان البصير. ومن ثم أكرمهم الله تعالى ووكل إليهم إعلان الجواب الصحيح برد الأمر إلى تقدير الله وعلمه الذي يدعو مرجئة العصر الحديث إلى الشك فيه جهلا منهم بقوانين الرواية وآدابها. لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا هو الأجل المقدور ولا عليكم منه، طويلا كان أم قصيرا، فقد كان ذلك هو الموعد وقد تحقق. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ومن ثم كانوا لا يعلمون يوم البعث. ومن كانوا لا يعلمون يوم البعث في حياة الابتلاء شكا أو جهلا، هل تنفعهم اعتذارات جهلة مرجئة العصر الحديث
دعاة الشك في علم الله تعالى وفي قدرته على البعث، وقبحا للجاهل المعتذر، وترحا للجاهل الذي تقدم المعذرة عنه. وهكذا يختم المشهد بالنتيجة النهائية بإجمال يصور ما وراءه مما لحق بالظالمين المشركين الجاهلين بيوم الدين، لأنهم كانوا في الدنيا لا يعلمون. فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، فلا معذرة تقبل ممن كانوا لا يعلمون، ولا يعتب عليهم أحد فيما فعلوه عتبا ينفع في الاعتذار. فاليوم يوم العقاب لا يوم العتاب والاستعتاب. ومن مشهد بؤس الجهل ويأس المعتذر يرد القرآن الجاهلين إلى ما هم فيه من إصرار على الجهل، إصرارا يبعث معتذري جهلتهم إلى العذر بالجهل، ويكتبهم في ديوان المعاندين المكذبين والكافرين المطبوع على قلوبهم، طبعا يجعل الجهل سمة على خراطيم الذين لا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. وهكذا يجيء التوكيد بنفي العلم مع الطبع على قلوب الذين لا يعلمون، كما سلف عنهم نفي المعاذير، وهي نقلة بعيدة في الزمان والمكان في ظلال القرآن، ولكنها تجيء في السياق وكأنها قريب من قريب، وينطوي الزمان والمكان. فإذا الجاهلون وأئمتهم المقبوحون دعاة العذر بالجهل أمام القرآن مرة أخرى، وفيه من كل مثل وفيه من كل نمط من أنماط الخطاب وإعجاز البلاغ، وفيه من كل وسيلة لإيقاظ القلوب والعقول، وفيه من شتى بالغ الحجة واللمسات الموحية العميقة التأهيل. فيه من كل ذلك ما يكفي ويشفي، وهو يخاطب كل قلب وكل عقل في كل بيئة وكل محيط، وهو يخاطب النفس البشرية في كل حالة من حالاتها وفي كل طور من أطوارها. ولكن الجاهلين الذين لا يعلمون من مرجئة العصر الحديث دعاة العذر بالجهل والشك في علم الله تعالى وفي قدرته على البعث وعلى إنزال آية تكذيبا بما جاء به نبي آخر الزمان صلى الله عليه وسلم من بين الآيات، وتطاولا على الذين أوتوا العلم والإيمان من أهل العلم الصحيح المحفوظ في القرآن
وصحيح السنة، فيقولون عنهم إنهم مبطلون، وأنهم كما يقول المثور على السلف أهل عمائم لا تقوم بهم الحجة، ولا بالقرآن الذي يتلى في أجهزة العصر الحديث الجديدة المتنوعة. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ويعقب على هذا الكفر والتطاول: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. كذلك بمثل هذه الطريقة وبمثل هذا السبب يطبع الله على قلوب أهل الجهل الذين لا يعلمون، لأنهم مطموس القلوب، لا تتفتح بصائرهم لإدراك آيات الله، يتطاولون على أهل العلم والتوحيد، يتطاولون على أهل العلم والهدى والتوحيد، ومن ثم يستحقون أن يطمس الله على بصيرتهم وأن يطبع على قلوبهم لما يعلمه سبحانه عن تلك البصائر وهذه القلوب. ولكن دعاة العذر بالجهل من مرجئة العصر الحديث لجهلهم واعتذارهم عن كل جاهل لا يعلمون أو يتعامون عن القاعدة المشهورة لدى المفسرين حتى عند المتأخرين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن ثم قال بعضهم قولة ظالم متأرجح تأرجح الشاك فيما قال عن نصوص ذكرها، سنتحدث عن ذلك إن شاء الله في السلسلة الخاصة. قال هذا في الكافر الأصلي، ونظرا إلى أنه مهزوز لم يجرؤ على التصريح بمفهوم الكافر الأصلي حتى يبحث في الوحي عن الكافر غير الأصلي، إن كان المرجئة جادين في دعوى وجوده، ولسوف نتحدث عن ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وهكذا نصل إلى نهاية سورة الروم بعد تلك الوقفات المتنوعة مع المشركين في الكون والتاريخ وفي ذوات أنفسهم وأطوار حياتهم، ومع كل ذلك يكفرون ويتطاولون. ومن ثم يأتي الإيقاع الأخير توجيها للرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إنه الصبر زاد المؤمنين في الطريق الطويل المليء بالأشواق، ثقة بوعد الله الحق وثباتا على الحق بلا حيرة ولا شكوك. فالصبر والثقة بوعد الله الحق والثبات على الرغم من اضطراب الآخرين ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعد الله وتلونهم تلون الحرباء، ذلك أنهم محجوبون عن برهان النور في القرآن الكريم، محرومون من أسباب اليقين. أما المؤمنون الممسكون بالوحي المحفوظ قرآنا وسنة ثابتة فهم صابرون مصابرون على طريق الصبر والثقة واليقين، لا يستعجلهم استخفاف المحرومين من نعمة اليقين. وهكذا تختم سورة الروم بالصبر كما بدأت بالنصر، فيتناسق البدء والختام.
ونكمل هذا الدرس من سورة العنكبوت إن شاء الله، وهي سورة مكية وآياتها 69، وهي 90 في ترتيب النزول التقريبي، وهي تبدأ بالحروف المقطعة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، بالحديث عن سنة الله الجارية في الفتنة ابتلاء لأهل الإيمان، أيقومون بفرائض الإيمان، أيقومون بفرائض الله تحقيقا للإيمان في عالم الواقع، صبرا على المكاره المحفوظ بها طريق الإيمان إلى الجنة. لما نستعرض في السورة، لما تستعرض السورة السنة الإلهية الجارية بالابتلاء متمثلة في حياة البشر عبر التاريخ عن طريق قصص النبيين والمكذبين من فجر التاريخ، من عهد نوح وإبراهيم ولوط وشعيب عليهم السلام، وعاد وثمود وقارون وفرعون وهامان، في استعراض سريع يبين شتى العقبات والفتن في حياة أهل العلم والإيمان على تعاقب الأجيال، ثم يعقب على هذا القصص وما يحويه من قوى تترصد الحق والهدى بالتصوير من قيمة هذه القوى والتهوين من شأنها أمام قوة الله القوي العزيز، ويضرب لها مثلا يبين تفاهتها وضعفها أمام الحق وسرعة زوالها ببيت العنكبوت لو كان جهال المشركين يعلمون، ويربط بعد ذلك بين الحق في الوحي والحق في خلق الكون، توحيدا بين الحق في الدعوات جميعا ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم في أنها جميعا من عند الله تعالى، وكلها دعوة إلى الله وإلى العمل بوحي الله سبحانه وتعالى. ومن ثم يعرض موقف المشركين من القرآن، وتختم السورة بالجهاد، كما ذكر ذلك في أولها، فيلتقي آخر السورة بأولها، ويمكن دراسة السورة في 3 وقفات تستغرق الأولى 13 آية، والثانية 32 آية، والثالثة 24 آية. نتلو آيات كل وقفة عند دراستها. فلنبدأ بتلاوة آيات الوقفة الأولى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وموضوع آيات هذه الوقفة حقيقة الإيمان المتمثلة في سنة الله الجارية بالفتنة والابتلاء ومصير المؤمنين والمنافقين والكافرين حتى تنتهي بتقرير فردية التبعة
فلا يحمل أحد عن أحد شيئا يوم القيامة. وقد تحدثنا عن بسم الله الرحمن الرحيم في حقائق الحمد لله رب العالمين، كما تحدثنا عن الحروف المقطعة في فواتح السور، واخترنا أنها سيقة للدلالة على إعجاز القرآن، لأنها في الأغلب ترد مصحوبة بالحديث عن القرآن مباشرة أو في ثنايا السورة، كما هنا تذكيرا للناس بعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن، كما في قوله اتل ما أوحي إليك من الكتاب. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وبعد ألف لام ميم يبدأ الحديث عن الإيمان والفتنة التي يتعرض لها المؤمنون لتحقيق هذا الإيمان، تمييزا للصادقين من الكاذبين بالفتنة والابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهكذا يساق في مطلع السورة ما يعتبر أساسا لبناء حقائق الإيمان المعروضة في السورة. إنه ذلك الاستفتاء في معرض الاستنكار على من يظنون الإيمان كلمة تقال بالأفواه مجردة عن الأعمال الصالحة الشاهدة على صدق الإيمان، ليخرج أهل الإيمان من دائرة كذب الإيمان بالكفر والنفاق المعبر عنه بالترك لظن الحسبان من غير تمحيص بالفتنة والابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إن الإيمان لا يتحقق بشكوك ظن الحسبان، وإنما يتحقق الإيمان بدخول المؤمنين كما يدخل الذهب والفضة النار تخليصا لهما من زيف الغش. وهكذا يمحص الله تعالى أهل الإيمان بالفتنة
بناء على سنة الله الجارية في الحياة بالابتلاء. وعن هذا التمحيص يمحق الكفر والنفاق. وهذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت جرت به سنة الله تعالى في حياة الناس حتى يتميز الصادق من الكاذب، ويظهر الله سبحانه للناس ما كان مغيبا في قلوبهم فيعلمونه في واقع حياتهم بالمشاهدة والعيان عن طريق جريان السنة بالأحداث أثناء تصرفاتهم في الحياة. والله سبحانه هو العليم بغيب المخلوقات على مدار التاريخ وتعاقب الأجيال في خط تاريخ الحياة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والمتفيئ ظلال القرآن الظليلة وأجواءه اللطيفة يرى شتى ألوان الفتنة التي تجري بها سنة الله في الحياة البشرية، منها تعرض أهل الإيمان للأذى من الباطل وأهله في الفترات التي يعرض الناس فيها عن برهان الوحي ونوره المبين، وينتفخ الطغيان ويتبجح بباطله المعروض في لبوس الحق فتنة لأهله. هذه هي الصورة المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة. ولكن هناك فتن أخرى أعنف وأدهى وأمر من هذه الفتنة. هناك فتنة الأهل والمال والأحباء والأصدقاء المعرضين للإصابة، والمؤمن لا يملك لهم نفعا كما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وهم يذكرونه أواصر الرحم والقرابة والمحبة والصداقة. والسورة تعرض ألوانا من هذه الفتنة. وهناك فتنة الإملاء للمبطلين، تراهم المغفلون الغافلون ناجحين في ظاهر الحياة مرموقين، يزمر ويطبل لهم المخدوعون وتصاغ لهم أمجاد العقل والظرافة، وما في قلب أحدهم مثقال حبة خردل من إيمان، كما صح بذلك الحديث. وهناك فتنة غربة الدين بدءا وعودا حتى يغرق الناس في آسن الضلال البعيد، وينظر المؤمن فيرى أنه غريب طريد
إلا من رحمة الرحمن الرحيم، يثبت على تمجيد ربه العليم القدير، ولا يصدر كلمة تمجيد لأحد الفانين. وهناك فتنة النفس والشهوات وثقلة الأرض والرغبة في المتاع والسلطان وفي الدعة والراحة والاطمئنان الخادع عن طمأنينة الإيمان والاستقامة على صراط الله. فإذا طال على الناس الأمد وقست قلوبهم وفشى فيهم الفسق وأبطأ النصر، كانت الفتنة أشد وأقسى، وكان الابتلاء أشد وأعنف، ولم يثبت إلا من عصم ربه. وحسب أهل الإيمان الثقة بوعد الله وصدق خبره، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أو معناه. فأما الذين يفتنون أهل الإيمان من العاملين في حقول السيئات فلا يغرر أهل الإيمان تقلبهم في البلاد، فإنهم لا يفلتون من عذاب الله، وإن أملى الله لهم إنما هو استدراج وسوق إلى العذاب. ولبئس ظن عمال السيئات وساء حكمهم المبني على شكوك الظن وكاذب الحسبان في أن يعجزوا الله إفلاتا وسبقا. تعالى الله عن ظن الظانين بالله ظن السوء من عبدة الدينار والدرهم والقطيفة من مرجئة العصر الحديث، دعاة العذر بالجهل ودعاة الشك في علم الله تعالى والشك في قدرته على البعث والشك في قدرته على إنزال الآيات، المزورين على السلف وعلى الحواريين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. فلا يظن أحد المسعوسين من مرجئة العصر الحديث ولا واحد من أئمتهم الدجالين سبقه أو إفلاته من عقاب الله، ولو حسب ذلك أحد المفسدين لكان واقعا في إساءة حكمه وتقديره المبني على جهله بسنن الله، ولا ينفعه اعتذاره عن نفسه أو عن غيره بالجهل، فإن الله سبحانه
الذي جعل الابتلاء سنة تمحيصا للمؤمنين وتمييزا لهم من الكاذبين. هو سبحانه الذي جعل أخذ المسيئين سنة لا تتبدل ولا تحيد، وليعتذر بعد ذلك مرجئة العصر الحديث المتعوسون عن الجاهلين المسيئين. فيا خيبة المعتذرين المسيئين، يا خيبة المعتذرين المسيئين باعتذاراتهم عن الجاهلين. فيا خيبة المعتذرين المسيئين باعتذاراتهم عن الجاهلين المسيئين بالجهل والشك في علم الله وفي قدرته على البعث. ونعبر الآن إلى تطمين الذين يرجون لقاء الله مستيقنين صدق خبر الله في تحقيق وعد الله، مستيقنين صدق خبر الله تعالى في تحقيق وعد الله سبحانه، على عكس الجائظين من دعاة العذر بالجهل والشك في علم الله تعالى وفي قدرته على البعث. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وهكذا تطمئن القلوب المؤمنة الصادقة الراجية لقاء الله، ثقة بما تنتظر من تحقيق وعد الله إياها المحقق الوقوع يوم تلقى الله تعالى، متطلعة في شوق إلى يقين الموعود في الأجل المنتظر، إتيانه المحدد من قبل الله السميع الذي يسمع مناجاة صدق تلك القلوب، العليم بصدق رجاء تلك القلوب. وهكذا يتابع السياق بنا مع المؤمنين الصادقين القائمين بفرائض الإيمان وأعباء الجهاد، إشعارا لها ولغيرها بسنة الله الجارية بالعمل والجزاء، لأنها إنما تجاهد لنفسها لاستكمال الخير لها للفضل وأحسن الجزاء بعد حسن السيرة في حياة الابتداء. وإلا فما بالله سبحانه من حاجة إلى أحد، وإنه سبحانه لغني عن كل مخلوق من العالمين. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وهكذا يصلح الجهاد في الله نفوس المؤمنين تثبيتا لها أثناء الفتنة بمغريات الحياة، وتمتيعا لهم بخيري الدنيا والآخرة بعدما صبروا على القيام بمشاق الجهاد. فارتفعت قلوبهم وأبصارهم إلى عليين استعلاء على الشح بالنفس والمال. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه،
فلا يقفن المؤمن في وسط طريق الجهاد بعدما قضى جزءا من حياة الابتلاء مجاهدا في سبيل إرضاء الله الواحد القهار، فإن الله سبحانه لا يناله شيء من جهاد أهل الإيمان، وحسبهم فضل الله أن يعينهم على الجهاد بحسن الثواب. إن الله لغني عن العالمين، وإنما هو تفضل الله تعالى على أهل الإيمان المجاهدين بتكفير السيئات على عمل الصالحات وحسن جزاء الأعمال. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وهكذا يطمئن المؤمنون العاملون الصالحات على ما يدخره الله لهم من تكفير للسيئات وجزاء على الحسنات وصبر على القيام بفرائض الجهاد وثبات على الفتنة والابتلاء. فالرجاء بالله مشرق بطيب الجزاء. الرجاء بالله مشرق بطيب الجزاء في نهاية المطاف، حتى لو فات أهل الإيمان الانتصاف في حياة الابتلاء. ومن ثم ينقلنا القرآن إلى لون من ألوان الابتلاء تتمثل فتنته فيما على الولد من إحسان على والديه، قد تعتدي به الفتنة حدود الله المنزلة في القرآن، فتدخله فتنة والديه إلى الإشراك بالله، فلا ينجح في فتنة الأهل والأحباء. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وقد تدارسنا في سورة الإسراء حدود بر الوالدين، وهنا نقف في حدود وصية الله تعالى الإنسان بوالديه حسنا. لا حق للوالدين في اقتراح تشريع الله ولا لمخلوق يقر بالعبودية لربه أي حق في وضع أي تشريع يحسن به في زعمه على الوالدين أو على أي مخلوق، إلا أن يكون مشؤوم طاغوت،
ينازع ربه في حق من حقوق الألوهية، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والوالدان وهما أقرب الأقرباء لهما حق الإحسان بكل معاني الإحسان، ولكن ليس لهما من طاعة في حق الله، وهذا هو صراط الله. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وعليك السلام ورحمة الله. الله أعلم. إن الصلة بالله هي الصلة الأولى، والرابطة في الله هي العروة الوثقى. فإن كان الوالدان مشركين فلهما الإحسان لا الطاعة والاتباع، وإن هي إلا حياة الابتلاء في الدنيا، ثم يعود الجميع آباء وأمهات وأولادا إلى الله. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ومن ثم يجيء الفصل بين المؤمنين والمشركين. فإذا المؤمنون وقد ذابت حدود الزمان والمكان أهل ورفاق بصرف النظر عن عقود المصاهرة والأنساب، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وهكذا يعود المؤمنون العاملون الصالحات جماعة واحدة كما هم في الحقيقة. أكرمهم ربهم بالدخول والانتظام في رابطة الصالحين قبلهم من أهل الإيمان والصلاة، وتذهب روابط الدم والقرابة والنسب والمصاهرة، وتنتهي بانتهاء دنيا حياة الابتلاء، لأنها روابط عارضة لا أصيلة لانقطاعها عن العروة الوثقى التي لا انفصام لها. وسواء كنا قد ذكرنا قصة سعد بن أبي وقاص في سورة الإسراء أو لا، في سبب نزول هذا النص القرآني، وبصرف النظر عن دراسة الإسناد، فإن العبرة في ميزان الوحي بعموم اللفظ لا بخصوص سبب النزول، إلا ما ورد النص صريحا بخصوصه. ومن ثم نعتبر القصة كما أشرنا مرات من النماذج الإنسانية في آيات القرآن البينة، بناء على سنن الله الجارية بالحياة الإنسانية. ومن هنا نجيء إلى نموذج من نماذج ضعاف الإيمان في استقبال الفتنة بالاستخلاء، ثم الادعاء العريض عند الرجاء
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وهكذا يقول بعض الناس معلنين في الرجاء بأفواههم معلنين رجاء الكاذبين في حال الرخاء، معلنين في الرخاء بأفواههم كلمة الإيمان بالله يحسبونها سهلة خفيفة المحمل لا تكاليف فيها ولا مشاق. إذا أوذي في الله بسبب النطق بالقول في الرخاء جعل فتنة الناس كعذاب الله، واستقبل فتنة الناس على القول آمنا بالله في جزع، واختلت في نفسه القيم والموازين، فاختلطت عليه صفات الله العليم القدير بصفات المخلوق الضعيف الهزيل، وحصر نفسه تفكيرا فيما يخلصه من عذاب أذى الناس، مخلفا وراءه نسيا منسيا شدة عذاب الله يوم يلقاه، فارتد عن قوله آمنا بالله متذبذبا ذبذبة من يخلط بين أذى فان يقدر على مهله البشر، وعذاب الله المتجدد الذي لا يدرك أحد مداه ولا يقدر مخلوق على تحمله. أما إذا تغيرت الحال وزالت فتنة الشدة وجاءت بوادر نصر الله، فإن هؤلاء المفتونين يجددون إعلان معيتهم للمؤمنين الصادقين، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. وهكذا يقولون بعدما تساوى لديهم إبان الفتنة أذى الناس وعذاب الله، إنا كنا معكم بعد سوء التصوير وخطأ التقدير. ولكن حين يجيء رخاء النصر تنبث الدعوة العريضة وينتفش المتهاوون المتخاذلون ويستأسد الضعفاء المهزومون
فيقولون بالتوكيد إنا كنا معكم مغالطة لضعاف النفوس وغفلة عن علم الله المحيط وقدرة العليم القدير. شأن دعاة العذر بالشك في علم الله تعالى وفي قدرته على البعث من مرجئة العصر الحديث المثورين على خير القرون. وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، بلى إنه سبحانه وتعالى أعلم وهو علام الغيوب، أعلم بما ينطوي عليه صدور العالمين من جزع وكفر ونفاق أو صبر وإيمان. فمن يخدع هؤلاء بتلك التصرفات إلا نفوسهم المريضة لسوقها إلى أليم العذاب بعد فضيحة النفاق. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. والله سبحانه وتعالى يعلم الذين آمنوا ويعلم ما أعد لهم من حسن الثواب، كما يعلم سبحانه أحوال المنافقين وما أعد لهم من سوء العذاب. ولكنه سبحانه يظهر للناس في عالم الواقع عن طريق تصرفات الناس بإزاء الفتنة، يظهر للناس ما كان غائبا من علم الناس، ويتميز أهل الإيمان من أهل النفاق عن طريق الفتنة والابتلاء. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. ومن هنا نصل إلى آخر آيات الوقفة الأخيرة بعرض فتنة الإغواء والإغراء مع بيان فساد نظرة الكافرين للتبعة والجزاء وتقرير فردية التبعة وشخصية الجزاء، وهو مبدأ أساسي من مبادئ الإسلام، به يتحقق العدل في أجلى المظاهر وأفضل الأوضاع. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. والذين كفروا محجوبون بظلام تصورات الكفر وقوانينه وموازينه العرفية والمدونة، وهم يقولون هذا تمشيا مع عقائدهم الكفرية، سواء كانوا يعيشون على الأنظمة القبلية التي تعتمد على تحمل العشيرة للتبعات القبلية، فيحسبون تبعا لذلك
أنهم قادرون على احتمال جرائر الخطايا عن أهل الإيمان في حال تخلي أهل الإيمان عن دين الله واتباعهم سبيل الكافرين، كما يوحي بذلك تصرفات دجال المدنية اللادينية استهزاء منهم بقضية الجزاء في الآخرة. اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ومن ثم كان الرد عليهم حاسما، يجعل كل إنسان يتحمل تبعة نفسه فردا حيث يرد إلى ربه فيأخذه بعمله، فردا لا يحمل أحد عنه شيئا، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، ويصفع وجوههم بكذب قولتهم إنهم لكاذبون، ويحملهم إثر ضلالهم وشركهم وافترائهم ووزر إضلالهم للآخرين دون إعفاء هؤلاء الضالين من تبعة الضلال.